إذاعة أجيال من القاهرة. في وسط عالم مجنون بنسأل نفسنا إحنا مين؟ حكاياتنا عن البلد وناسها، البشر والحجر. حكايات عن ملوك وأمراء وفلاحين الحجر بين إيديهم نطق. حكاياتنا عن مصر والمصريين. حكايات البشر والحجر. الإعداد والتقديم رشا عزام. على هندسة الهواء مصطفى عبد الباسط مصطفى الحلواني. من غرفة المراقبة الرئيسية أنس علاء وندى عبد الخالق. الإشراف العام أحمد شريف. أما الإخراج فلمحمد عزم. حبيبتي من ضفيرها طل القمر، وبين شفايفها ندى الورد بان، ضحكتها بتهز الشجر والحجر، وحنانها بيصحي الحياة في النبات. حبيبتي من ضفيرها طل القمر. بنرحب بكل السيدات والسادة مستمعات ومستمعي إذاعة أجيال من المحيط إلى الخليج. أهلا بيكم في الحلقة الثانية من برنامجكم حكايات البشر والحجر. تعالوا نبتدي مع بعض رحلتنا في حكايات البلد وناسها. وأنا بجهز الحلقة كنت محتارة أبدأ منين؟ يا ترى أبدأ بالترتيب؟ نبدأ نمشي في الحكاية من عصور ما قبل التاريخ؟ بس الرحلة كده هتطول جدا، وطبعا على ما الموسم الأول يخلص احتمال نكون يدوب قلنا حكاية أو 2 بالكتير. طب والعمل؟ طب لو انت مكاني يا عزيزي المستمع هتعمل ايه؟ طب نتكلم عن الفن الإسلامي، العمارة الإسلامية المصرية اللي تعتبر السجل اللي كان شاهد على تاريخ الأقدمين وعصور الازدهار والإضمحلال. هتقولي يا ترى إيه اللي حسم الجدل جواكي؟ أقولك، بس ده سر بينا واوعوا حد يعرف. أنا مؤمنة جدا بالعلامات اللي ربنا بيحطها في سكتنا، وكمان مؤمنة إن زي ما لكل شخص رزقه فالمكان والزمان كمان ليهم رزق. لقيت روحي يا سيدي واخداني لحد هرم مصر الراب، المدرسة والمسجد اللي تم بنائهم بين الأعوام 1356 إلى 1363 ميلادية في عصر المماليك البحرية. مسجد ومدرسة السلطان حسن في الميدان اللي اسمه دلوقتي ميدان قلعة صلاح الدين. تعالوا نروح مع بعض. هنروح مشي من شارع محمد علي، الشارع اللي شقه علي باشا مبارك عشان يكون نسخة من شارع ريفولي في باريس. شارع محمد علي اللي كان في يوم من الأيام من أجمل شوارع القاهرة. لو وقفت معايا عند ميدان العتبة هتقدر تشوف مدرسة السلطان حسن، كتلة ضخمة من الفن تقف شامخة وصامدة تظهر كخلفية للشارع المضطرب. وإحنا ماشيين بقى في الطريق لازم أكلمك شوية عن وظائف العمارة الإسلامية عشان ما تزهقش مني لحد ما نوصل. فالإسلام اللي اتولد في شبه الجزيرة العربية، لكن الفنون والمعارف المنسوبة إليه اتولدت في البلدان اللي طالتها الفتوحات. الإسلام اللي بمجرد استقراره في بلد كان بيمتزج بثقافة أهلها، وطبعاً العمارة وخاصة الدينية اتخذت طابع مميز خاص في كل بلد. وبطبيعة الحال وكالعادة في مصر كان لها مذاق خاص. دايماً الحالة المصرية لها وضع خاص بيها. فالمساجد ما كانتش بس أماكن عبادة وإقامة صلوات، لكن كانت مؤسسات كاملة تجاوز دورها العبادة إلى الدراسة وإقامة ندوات تستعرض كافة العلوم، ومركز لمقاومة الاحتلال إذا استدعى الأمر. لما نتأمل الزخارف والنقوش في العمارة الإسلامية المصرية تدرك فوراً إن إخراج الفنون دي للوجود
كان بالنسبة للفنان المصري شكل من أشكال عبادة الله الواحد الأحد. أدينا وصلنا يا سيدي، شفت بقى؟ مش قلتلك فركة كعب؟ إحنا دلوقتي في ميدان قلعة صلاح الدين، أو ميدان الرميلة أو الرملة زي ما كان اسمه وقتها، واللي برضو في أوقات حمل الاسم ميدان سوق الخيل، والميدان الأسود قراميدان أو أرميدان زي ما نطقها اللسان المصري. الميدان اللي كان فيه محطة الميدان ومصطبة المحمل. أزهى عصور الميدان كانت في وقت السلطان الناصر بن قلاوون، اللي كان بيلعب فيه الكرة مع أمرائه يومي السبت والثلاث من كل أسبوع. طبعاً الميدان كان بيستخدم في صلاة العيدين واستقبال مواكب السلاطين والرسل والسفراء واستعراض الجيوش. أما تسمية الميدان جت لأن أرضه والأرض المحيطة بيه كانت واقعة بين هضبتين، الهضبة اللي اتبنت عليها قلعة الجبل شرقاً، والأخرى اللي اتبنت عليها قلعة الكبش، وكان الميدان ملتقى وامتداد لرمالهما وترابهما فسمي باسم الرميلة. تخيل معايا الميدان كده وهو بيشهد احتفالات المماليك، شايف موكب السلطان وهو خارج من مقر الحكم في القلعة متجهاً للمرور بشوارع القاهرة. الظاهر إننا جينا في الوقت المناسب، وإن النهاردة في مناسبة مهمة، يمكن تكون خروج تجريدة اللي هو جيش يعني للحرب، أو خروج المحمل كسوة الكعبة لأرض الحجاز. إلى رحاب النبي، إلى ضياء الكوكب، إلى النبي الطيب، إلى النبي، إلى النبي، هيا بنا هيا بنا إلى النبي. أو جايز الاحتفال بثبوت رؤية هلال رمضان. بندق دوات الحياة بالإيدين، قومي 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 افتحي لي ولادك الطيبين، قومي قومي. الحلوات اللي بنا مصر جنب القصر حلواني، وعشان كده مصر يا ولاد، مصر يا ولاد حلوة الحلوات. وادي وبوادي وبحور وكسور ومواني ومواني، توحيد وفكر وصلاة طرت الغناء وابتهالات، وكل ده في مصر يا ولاد، مصر يا ولاد حلوة الحلوات. اللي بنا مصر كان في الأصل حلواني، وعشان كده مصر يا ولاد، مصر يا ولاد. ورجعنا لكم بعد الفاصل علشان نكمل معاكم حكايات البشر والحجر، ونكمل حكاية السلطان حسن والجامع والمدرسة اللي خلدت اسمه. كان يا مكان يا سادة يا كرام
في سنة 748 هجرية كانت بداية حكم السلطان حسن، اللي قال عنه ابن إياس هو التاسع من ملوك الترك وأولادهم بالديار المصرية، وهو السابع من ولي السلطنة من أولاد الملك محمد ابن الملك منصور قلاوون. تولى السلطنة بعد مقتل أخيه مظفر حاجي، وكان في عمر 13. وكما جرت العادة في الوقت ده، بيحضر مشهد التنصيب الخليفة العباسي والقضاة وكبار الأمراء. ولما اكتمل الحضور استدعوا السلطان الصغير من الحريم، وكان اسمه قماري. ولما جه وقت البيعة اعترض على الاسم وقال للخليفة: أنا ما اسمي قماري، أنا اسمي سيدي حسن. فقال الخليفة والأمراء: على بركة الله. وبدأت المراسم لتنصيبه، وبدأ يمارس سلطاته على الفور. لكن للأسف وفي بداية حكمه في السنوات الأولى شح ماء النيل، وحصل الطاعون الكبير اللي تسمى في أوروبا بالموت الأسود. يقول ابن إياس إنه في رمضان من نفس السنة تزايد أمر الطاعون في الديار المصرية، حتى صار يخرج من القاهرة كل يوم نحو 20,000 جنازة. ولما تم حصر أعداد الوفيات في شعبان ورمضان من السنة دي، كان العدد تقريباً 900,000 إنسان. أيوة، أنت سمعت صح، الطاعون أخذ في سكته تقريباً 1,000,000 إنسان مصري في السنة دي، ما بين رجال ونساء وأطفال وشيوخ. في سنة 751 هجرية، يعني بعد 3 سنين من بداية حكمه، جمع السلطان حسن الأمراء والقضاة ال4 وأعلن نفسه راشداً، وبكده بقى بيحكم بنفسه مش تحت وصاية الوصي عليه. وطبعاً أول حاجة عملها إنه قبض على بعض الأمراء، قيدهم وأرسلهم إلى السجن في الإسكندرية. وبعد كام شهر من وقعة القبض على الأمراء دي، حصل الأمر اللي كان بيتكرر كتير في الزمن المملوكي. لبس الأمراء آلة الحرب وأعلنوا الثورة، وكان على رأس الفتنة الأمير طازي المنصوري. حطموا باب القلعة ودخلوا على السلطان قاعة الدهيشة، وقبضوا عليه ودخلوه الحريم. تعالى كده نتخيل المشهد: ميدان الرميلة تسمع فيه صهيل الخيول المجهزة بالسلاح والأمراء والسيوف، بينما الناس العادية بتقفل أبواب بيتها ومتاجرها وبتفر من الأسواق، ويستخبى الكل خلف الأبواب المغلقة منتظرين يا ترى هتكون الغلبة لمين. بكده يكون السلطان حسن اتعزل من منصبه بعد 3 سنين و9 أشهر فقط في الحكم، وتولى بعده شقيقه صالح، ولقب بالملك الصالح صلاح الدين صالح. وبعد 3 سنين و3 شهور و14 يوم بالتمام والكمال، لبس الأمراء آلة الحرب مرة تانية، وتكرر نفس المشهد بحذافيره، وخلعوا الملك الصالح صلاح الدين صالح، وقرروا عودة السلطان حسن، فخرجوه من دور الحريم ونصبوه سلطان مرة تانية. وسبحانه من يغير ولا يتغير. رجع السلطان قوي، شاب عنده خبرة في أمور الحكم والصراع. يقول عنه الشيخ شهاب الدين بن حجلة: غاب كالبدر في سحابه، وعاد إلى السلطنة كالسيف المسلول من قرابه. وفي الفترة الثانية لحكم السلطان حسن ازداد التنافس بين الأمراء الترك، فترك السلطان مقاليد السلطنة إلى الأمير شيخون العمري، اللي بعد مقتله استولى الأمير سرغطمش الناصري على شؤون الدولة وطمع في السلطنة، ولم يكتفي باللقب، فاتفق السلطان حسن مع مجموعة من الأمراء بالتخلص منه. قبضوا عليه وهزموا مماليكه، وورث من بعده اللقب والأموال والمماليك بتوعه الأمير يلبغ العمري، الذي أقره السلطان على إمرة مجلسه.
لكنه هو كمان طمع وبدأ يشتري عدد كبير من المماليك اللي أكيد يعني ولائهم هيكون ليه مش للسلطان. السلطان اللي قرر يتبع سياسة جديدة لأول مرة تعتمد على أولاد الناس، وبكده زاد العداء بين السلطان والأمير يلبغى. خلاص بقى احنا حفظنا. حاول السلطان التخلص منه لكنه للأسف فشل. هجم يلبغى على القلعة والسلطان هرب، وبعدين تم القبض عليه في المطرية سنة 762 هجرية، وكان متنكر في زي بدوي في طريقه إلى الشام. ده كان آخر مشهد يظهر فيه السلطان حسن. قيل إنه خنق وألقي في البحر ولم يعرف له قبر. مكان المسجد والمدرسة حالياً كان بيسمى بسوق الخيل اللي كان بيه قصر الأمير يلبغى اليحيوي، ده غير يلبغى اللي قتل السلطان. الأمير يلبغى اليحيوي نائب الشام كان قصره من أجمل وأشهر بيوت القاهرة. استولى عليه السلطان حسن وهدمه وأمر ببناء المسجد. بعض المؤرخين قالوا إن السلطان لقى كنز من ذهب سيدنا يوسف عند حفر الأساس، ومنه أنفق على البناء العظيم اللي إيوانه يفوق إيوان كسرى. لكن غالباً دي مجرد روايات، لأن الطواشي مقبل نقل عن السلطان قوله: لولا أن يقال أن ملك مصر عجز عن إتمام بنائه لتركت بناء هذا الجامع لكثرة ما صرف عليه. والطواشية هم المماليك الخصيان اللي تعينوا لخدمة بيوت السلطان وحريمه. علشان نتخيل مشهد الافتتاح، تخيل معايا المسجد قائم بمفرده في الفراغ المحيط به قبل بناء مسجد الرفاعي وقبل ما يوصلوا طوفان المباني ويحصروا. يوم الافتتاح نفسه وصفوا ابن إياس لما قال: لما تمت العمارة نزل السلطان من القلعة وصلى بها صلاة الجمعة، واجتمع بها قضاة القضاه الأربعة والأمراء وهم في كامل أبهتهم بالشاش والقماش، وملئت الفسقية التي تتوسط الصحن بالماء المذاب فيه السكر والليمون، ووقف عليها جماعة من السقاة يفرقون الليموناد على الناس بالطاسات السلطانية. قادر تتخيل المشهد المبهج ده؟ ريحة الليمون والهواء بيوزعها في صحن المسجد. بعد الصلاة قام السلطان بتكريم كل من شارك في البناء، قدم ليهم الأوسمة اللي كانت في العصر ده من الملابس، قدم الهدايا إلى جميع المشيدين والمشرفين والمهندسين، حتى أصحاب الحرف من سباكين وبنائين، حتى الفواعلية أهداهم السلطان هدايا. يقول المؤرخون إن السلطان أنعم على كبير المهندسين ب1000 دينار وخلعة سنية، لكن محدش ذكر اسمه. المهندس العبقري فضل مجهول حتى أربعينيات القرن العشرين، وتحديداً في نوفمبر 1944 لما تم اكتشاف نص مكتوب بالجص اللي هو الجبس يعني في المدرسة الحنفية. النص كان بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. اللهم يا دائم لا يفنى، يا من نعمه لا تحصى، أدم العز والتمكين والنصر والفتح المبين ببقاء من أيدت به الإسلام والمسلمين، وأحييت حسن ابن مولانا السلطان، عنه على ما وليته، وخلده في ذريته كتبة تحمد دولته، وشاد عمارته محمد ابن بيلبك المحسني. أخيراً أصبح للمهندس الفنان اسم، وهو الأمير محمد ابن بيلبك المحسني، وهو من أمراء الألوف، يعني كان أمير على 1000 جندي، وكان من أولاد الناس، يعني كان من الجيل الأول الناتج من اختلاط المماليك بالمصريين عن طريق النسب والمصاهرة. أول انطباع هيجي في بالك وانت واقف أمام البناء الرهيب ده هو الرهبة. فإحنا أمام أعظم مسجد في العالم الإسلامي بشرقه وغربه،
ولو وضعنا في الاعتبار الإمكانيات التقنية المتاحة في منتصف القرن الرابع عشر الهجري، فمصر الإسلامية قدمت للعالم بناء معجزة، زي ما مصر القديمة قدمت قديماً الأهرام. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. بكده أعزائي المشاهدين تكون حلقتنا النهاردة انتهت، لكن مستنيينكم في الحلقة الجاية عشان نكمل مع بعض الجولة ونتعرف على تفاصيل أكتر عن المكان والأساطير المحيطة بيه. حتى نلتقي الأسبوع القادم، كونوا بخير. وبنات الأهرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي. وبنات الأهرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي. أنا تاج العلاء في مفرق الشرق وتراته فرائض عقدي. أنا تاج العلاء في مفرق الشرق وتراته فرائض عقدي. إن مجدي في الأوليات عريق من له مثل أولياتي ومجدي. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وبنات الأهرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي. وبنات الأهرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي. أنا تاج العلاء في مفرق الشرق وتراته فرائض عقدي. أنا تاج العلاء في مفرق الشرق وتراته فرائض عقدي. إن مجدي في الأوليات عريق من له مثل أولياتي ومجدي.
قديم عناية الله جندي. أنا إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي. أنا إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي. أنا إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي. ما رماني رام وراح سليما من قديم عناية الله جندي. إذاعة أجيال من القاهرة. حكايات البشر والحجر. الإعداد والتقديم رشا عزام. على هندسة الهواء مصطفى عبد الباسط مصطفى الحلواني. من غرفة المراقبة الرئيسية أنس علاء وندى عبد الخالق. الإشراف العام أحمد شريف. أما الإخراج فلمحمد عزام. عروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يمين، ومن فوق السما السبع حميكي رب العالمين، من الضل ومن الخيني ومن الخلق اللي بين أهاليكي مدسوسة يا محروسة يا محروسة.